السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. بما إننا بنتكلم في الصحة النفسية واحنا قلنا برضو إن الدين مهم وأساس صحة الإنسان النفسية علاقته بربنا، ففي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الجميلة جدا اللي فعلا ممكن تغير نظرتك للحياة لو تمعنت في معانيه كده، مش مجرد إن احنا عارفينه وخلاص. تمام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ صلوا عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خير له وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. تعالوا بقى نشوف الحديث بيقول إيه. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إن المؤمن ليه ميزة بيتمتع بيها عن أي حد غيره، إن حياته كلها خير، كل حاجة بتحصل له خير. ليه بقى؟ لان المؤمن لما بيحصل له حاجه كويسه او بتجيله حاجه كويسه او ربنا بينعم عليه بنعمه، نجاح بقى، زوجه، اولاد، عربيه، فلوس، اي حاجه، اول حاجه بتيجي في باله انه يقول الحمد لله رب العالمين. ولما بيحمد ربنا هو كده فاز في الدنيا وفاز في الاخره. احنا لما بنحمد ربنا وبنشكره على نعمه، طبعا انت كده اقريت بفضل ربنا وان النعمه دي من عند ربنا، ودي حاجه كبيره عند ربنا، مش بشطارتي يا رب لكن ده بفضلك. تمام؟ تاني حاجه ان الحمد دوت بيحفظ لك النعم. ما دام انت بتحمد ربنا فربنا هيحفظ النعم اللي عندنا ومش هنفقدها. تمام؟ بعد كده ان الحمد بيزيد النعم، ولئن شكرتم لازيدنكم. ربنا بينعم عليك وانت بتحمده فهو هينعم عليك وانت ترجع تحمده وتنك تحمد وربنا يزيدك كمان وكمان من فضله. ده غير كده بقى في الاخره طبعا الحمد لله تملا الميزان. فطول ما احنا بنقول الحمد لله على كل حاجه بتحصل لنا فميزان حسناتنا عمال بيتملي، فنيجي يوم القيامه الحمد لله ميزاننا مليان بالحمد لله بس. تمام؟ يبقى دي كده خير في الدنيا وخير في الاخره. طب لو اصابته ضراء بقى، اي مصيبه بتحصل للانسان، فقد، وفاه، شغله سابه، فلوس، ازمه ماديه، حزن، الم، اي حاجه، وقال تذكر طبعا ان ربنا برضو هو الفعال، فحمد ربنا وقال الحمد لله على كل حال. اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، انا لله وانا اليه راجعون. وصبر واحتسب، فطبعا صبره دوت كان في ميزان حسناته. هي حياه المؤمن بين نعمه فيحمد ربنا، ومصيبه او حاجه بتحصل له فبيصبر وبيحتسب، وده هيبقى خير ليه وهيتذكر. وبشر الصابرين انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وكل الايات اللي بتكون جزاءها عن الصبر، لان الانسان اذا ابتلي بحاجه يعني فده يا اما هيكون تكفير للذنوب يا اما رفع في الدرجات، وفي الحالتين هو الكسبان. تمام؟ بما اننا قلنا الحديث دوت، وبما ان النهارده ليله الجمعه وبكره يوم الجمعه وبيسن الاكثار من الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، فصلوا عليه واكثروا من الصلاه النهارده وذكروا غيركم، هيبقى في ميزان حسناتكم وفي ميزان حسناته وحسناتكم. فالدل على الخير كفاعله. افضل الصيغه الصلاه الابراهيميه. صلوا على الرسول والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.